السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. معاكم يوميات سمر منير. النهاردة الروتين بتاعي ان انا انضف السطح. زي ما انتم شايفين كده السطح مش نضيف، وقلت واديني باخد معاكم اللي هو الربة، زي ما احنا بنقول في الفلاحين الرب، اللي هي البرسيم يعني. جبت بقى شوية من الأرض وقلت قلت أعلف بهم البط، أخرطهم معاكم كده وأعلف بهم البط، تغيير يعني عن البط كده. الربة دي برضو الحاجة الخضرا ديت بتخلي البط حلو، هو علف بيخليه بقى سمين، ومن ناحية كمان ان هو يشبع وكده. اقفل. بعدين زي ما انتم شايفين كده عيش على ربة على رجيح، واقلبهم في بعض. دي بالتالي دي علف، اللي هو علف البط زي ما انتم شايفين كده وما يكونش معجنه برضو قوي، يكون برضو مفلفل، عشان ياكلوه، ما يكونش يعكعكوا الدنيا تحتهم، ويبقى الحته تحتهم ميه وكده. زي ما انتم شايفين كده دي علف البط شوفوا مفلفل خالص، مفلفل وادينا علفت البط اهوت زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الجو النهارده جميل قوي، الشمس طالعه والجو ما شاء الله جميل. ما شاء الله على الجو. بياكلوا ويروحوا يستحموا، يشربوا ميه ويروحوا يستحموا. البط بالذات بيحب ان هو يبل جسمه ميه وكده، مش زي الفراخ. ما شاء الله. بفتح لهم الحنفيه كده يقوموا رايحين مستحمين فيها. عايزه اقول لكم ان الجو شمس وحلوه قوي. بدخلهم بقى الخزانه بالليل بس، وما يكون الشمس طالعه وكده بقوم رايحه مطلعاهم برضو على السطح، في نص السطح كده، اقوم حاطه العلف وياكل. من ناحيه بقى تلاقي ما شاء الله البط حلو كده اليوم بيومين، الشمس جميله قوي كمان له، ما شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير.